انت لايف كوتش يبقى اكيد حياتك سهلة وجميلة ومتيسرة. يا ترى اللايف كوتش ده حياته فعلا ولا هو انسان محارب؟ يلا بينا نحكي. انت لايف كوتش يبقى انت اكيد ما عندكش مشاكل. انت لايف كوتش يبقى انت اكيد مخزن طاقة ايجابية عندك في الفريزر تكفيك يجي 20 سنة قدام. انت لايف كوتش يبقى اكيد حياتك سهلة وجميلة ومتيسرة. يا ترى اللايف كوتش ده حياته فعلا ولا هو انسان محارب؟ في ناس كتيرة فاكرة ان اي حد شغال في مهن الدعم النفسي وخصوصا ما يخص العلم النفسي الايجابي واللايف كوتش انه حياته سهلة ومتيسرة، انه كله بحيوية وطاقة ايجابية، انه ما عندوش مشاكل ولا عنده معركة يحاربها، نظرا لان هما بيشوفوه وهو بيتكلم من مكتبه زي ما انا بتكلم كده ومعاه المج التشيك بتاعه، او بيفطر على النيل وسط الخضرة وبياخد اللاتيه والحياة كلها قلب في قلب. بالعكس، اللايف كوتش ده او اي حد شغال في مهن الدعم النفسي خصوصا اللي بتشتغل على الطاقة الإيجابية وعلم النفس الإيجابي، الإنسان ده وراه رحلة، وراه محارب، عنده بيت وأسرة وأولاد وعيلة وأصحاب، عنده ناس كتير جدا، عنده دايرة معارف وعلاقات، كل الناس منتظرة منه إنها لما تكلمه إن هو هيديها طاقة إيجابية، وإن هو لا يمكن يكون عنده مشاكل ممكن إن هو يصدرها لها، وحتى لو عنده ده أكيد هو عنده القدرة إنه يحلها وهيعرف يحلها، ومش دايما ده بيكون صعب ومش دايما ده بيكون حقيقي. اللايف كوتش هو كمان إنسان عنده مشاكل ومسؤولياته اللي بيضطر يقعد بسببها على الكرسي التاني مش كرسي المعالج، بيبقى محتاج يتكلم ويفضفض ويقول أنا مش قادر، أنا كمان مش عارف، أنا كمان مش هقدر أكمل بالشكل ده. طب يا ترى إزاي الكوتش المحارب ده بيقدر يدي كل جلسة أو كل عميل من روحه؟ إزاي بيقدر يديله طاقته؟ إزاي بيقدر يوقف أي طاقة سلبية ممكن إنها تأثر عليه؟ الحقيقة إنه بيعمل مجهود كبير قوي قوي، وأهم حاجة في المجهود ده إنه ملتزم، ولازم يفضل ملتزم بخطة بيحطها لنفسه، لأنه لو ما قدرش ذاته مش هيقدر يدير أي حاجة. الفيديو ده قبل ما بوجهه لأي حد بيشوفني أو بيتابعني أنا بوجهه لزمايلي وبدعي لهم كتير جدا، وبدعي لنفسي إن أي حد شغال في مهنة الدعم النفسي إن ربنا يصلح ما بين إيديه، وربنا يجعله سبب لدعم إنسان، وإنه يريح إنسان روحه وجعاه، لأن مفيش أصعب في الدنيا من إن حد يجيلك وهو روحه وجعاه وهو تايه ومش عارف الطريق. وبقول له أيها الكوتش المحارب وأنا منهم، افتكر دايما المقولة اللي بتقول مقام حيث أقامك. ربنا لما رزقك في المهنة دي ورزقك إنك تشتغل فيها أكيد رزقك معاها خير كتير جدا، حتى لو الصورة اللي بتتصدر عنك مش هي الصورة الحقيقية، وإن ورا الصورة دي بطل محارب حقيقي بيحارب خوفه وبيحارب استسلامه، بيحارب مرضه وبيحارب مشاكله وبيحارب خذلان برضه من الناس. كل التحية لكل إنسان بيحاول. دمتم بخير وحب. لايف كوتش دكتورة أميرة عبد الرازق.